حكاية الإعلام وصناعة الوعي، كواليس ماسبيرو بين التأسيس والريادة. ماسبيرو كنز عظيم، والناس اللي فيه ناس مؤهلين وتعلموا تعليم حقيقي. الأستاذ إبراهيم العقباوي، الأمين العام الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. عملت استطلاعات رأي في المنطقة العربية لأول مرة، أول مرة استطلاعات رأي عن التلفزيون، عن القناة الفضائية المصرية في المنطقة العربية. يتحدث لأول مرة لأيمن عدلي. بعد انتصار 6 أكتوبر المجيد يتولى الأستاذ إبراهيم العقباوي العديد من المناصب المهمة داخل القوات المسلحة. الحقيقة أنا بعتز جدا طبعا بخدمتي في القوات المسلحة. ويكشف تفاصيل ما جرى في قلب المبنى العريق خلال نصف قرن. عارف تفاصيل الأداء، يعني لما أقول لك ده كذا أقول ده في الهندسة الإذاعية فلان الفلاني هو اللي يقدر يخلص دي، ده في القطاع الأخبار فلان هو اللي يعمل. ليه؟ لأن أنا احتكيت بيهم في التنفيذ على أرض الواقع. كيف خاض التلفزيون معركة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، وكيف صنع أساطير الإعلام والفن والأدب. أنا قررت أن أنا أبقى جزء من هذا المبنى. أخطر القرارات وأصعب المواقف في تاريخ العقباوي. التفاصيل الإعلام في التنفيذ على الواقع أنا كنت جزء منه. الدور الحقيقي الذي لعبه في دعم المبدعين. الناس كلها تحترم الإعلام وتقدر الإعلام. شخصيات صنعت التاريخ في ماسبيرو، وقيادات تركت بصمات لا تنسى. من حب العملي يبقى لازم أتميز فيه. الأستاذ إبراهيم العقباوي في حوار خاص مع أيمن عدلي. كنت عاوز أخش القوات المسلحة، عشان كده كنت حاطط روحي فداء لمصر. لبرنامج كنوز الوطن على أخبار مصر.